نهاية المسار البطولي للفريق الوطني اللي رفع رؤوسنا في دولة قطر. وليد، ما يمكن إلا أن نشيدوا نهنيوكم على هذا المسار البطولي اليوم. شفنا العيال الكبير لأنه ولا ماشي مسألة تلعب 7 الماتشات في لو تخي هو نيفو في لاكوب دي موند قدام مجموعة من أفضل المنتخبات في العالم، وهذا بان واضح اليوم. لا سالينا شوف اللي فرحان انا سورتو على الدراري احتاو لو ماكسيموم ماتوا في التيران. شفتي سالينا ببانون وامرابط في شارنيير سنترال، بزاف ديال بليسي، بزاف د لا فاتيغ. الماتش سبع ماشي سهل، تا حكيم تا اشرف في الاخر كان بزاف د العيا، وحطينا الدراري اللي باش يعاونونا. مي اوني تومبي سور اون ميور ايكيب techniquement. Ils étaient bien organisés. Nous, on a donné notre maximum et on les a fait douter jusqu'à la dernière seconde. Je pense qu'on a laissé une bonne image. On تعلمنا بهذا le tournoi باش نجوا encore plus fort. مرة أخرى خصنا نعرفوا حنا في متعة دالنا ملي كتكون في لي 4 ميور زيكيب ديال العالم. خصك تفرح، خصك تقول الحمد لله وتزيد تخدم. هادشي اللي غنديرو. اكيد وليد، ضحيتوا في مونديال كاس العالم هنا في قطر. كل شيء كيرفع عليكم القبعه، ماشي كنجاملك مي ود البلاد اللي هز الرايه ديال البلاد عاليا. شنو الرساله اللي تقول للجمهور اللي غادي يتسناكم ان شاء الله مجرد وصولكم للمغرب؟ وتجمعنا شهر هاد الكره جمعتنا بحال عائله، بلاد كامل فرحوا معنا، حطينا الماكسيموم. بحال اللي قلت مره اخرى يسمحوا لنا على هاد جوج ماتشات الاخرين بحق الدراري تقاتلوا، ما عندي ما نقول. وشفتوا والروح اللي عندهم، ماتوا على القميص ديال المغرب، وهذه اللي مهمه الروح ديالهم. عارفين دابا ملي كيجيو يلبسوا هاد القميص يتقاتلوا، وهذا الشيء اللي كنا بغينا. وفوالا ما كتبناش خصنا نتعلموا من هذا الشيء ان شاء الله. هنيئا لكم مره اخرى سي وليد، بالتوفيق. دار زيد ياسين شويلي، ميرسي بوكو خويا. أعود إليك عادل من هنا من استاد خليفة، معنا ياسين بونو. ياسين، هنيئا لكم، مسار بطولي، مسار استثنائي، دخلتم التاريخ من أوسع أبوابه. اليوم شفنا العياء كان واضح، العياء مرتبط أنه الناحية الذهنية كيقل التركيز، لكن ما يمكننا في النهاية نقول لكم إلا هنيئا، رفعتوا رؤوسنا قدام العالم كامل. وكما الشيء بحال اللي قلتي كيكون واحد العياء سورتو نيفو ايموسيونيل ونيفو هذه، بالاخص المقابله اللي فاتت ضد فرنسا فخرجنا يعني كانت واحد لا ديسيبسيون اللي هي كبيره. فهاد اليومين ماشي ساهل يعني يعني تعاود تفورماطي دماغك ولكن الحمد لله الدراري فدخلوا وداروا المجهود ديالهم. كنبغي نهنيهم يعني على كاع هادشي اللي عطاو. نهني المنتخب الكرواسي حتى هو اللي فاز. هادشي اللي كاين. هذا ميلاد منتخب وطني على اعلى مستوى. المشاريع المستقبليه كاس افريقيا ان شاء الله كنتسناكم في كاس العالم 2026، وقبل منا الجمهور كيتسناكم في المغرب على احر من الجمر. احنا صراحه كنا بغينا نفوزوا بهذه المقابله صراحه، يعني باش المغرب، باش يعني الجمهور تكمل عنده واحد الفرحه. ما كتابش. كنبغي نشكر يعني كاع الجماهير اللي ساندونا، اللي جاوا هنايا واللي في المغرب واللي في اي بلد اجنبي. كنبغي نشكرهم وهادشي اللي كاين. غنحاولوا نديروا اكثر من هادشي ان شاء الله في المستقبل. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. كان معنا ياسين كعادل مباشره من ملعب خليفه الدولي. انتهت مباراه الفريق الوطني المغرب في المركز الرابع في كاس العالم فيفا قطر 2022. ومن الاشياء الجميله في المونديال اكتشاف نعرفه ونعرف قيمته وكفاءته، لكن اليوم يكتشف العالم. يعطي الله، ما يمكننا نقول لكم غير هنيئا لكم هذا المسار البطولي في المونديال. شكرا لك. واولا كنبغي نشكر اللاعبين اللي قدموا بطوله كبيره، كنبغي نشكر الستاف اللي داروا خدمه كبيره بزاف. كنبغي نشكر الجماهير اللي ساندونا طيله البطوله. خاص الشعب يكون مفتخر بهذا المنتخب اللي اكتسبنا. ان شاء الله مازال غادي يقول الكلمه ديالو، وكنظن اننا نحتل لنا المركز الرابع ما بين افضل المنتخبات في العالم. يعني هذا الشيء خدمه كبيره. الحمد لله مازال نقولوا الكلمه ديالنا، ولا بغيتي تكون افضل خاصك ضروري تذوق من طعم المراره باش تكتسب الخبره اكثر. وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن الجميع في القادم ان شاء الله. يحيى، بامانه اليوم شفنا على انه اللاعبين عانوا من الناحيه البدنيه، لانه ضغط المباريات، تلعب مباريات على مستوى 7 ديال المباريات ما كانش سهل ربما. طبيعه الحال مباريات اللي في مستوى عالي كيبغوا جهد بدني اكثر ما هو جهد ذهني، عفوا اكثر ما هو بدني. الحمد لله كنظن قدمنا بطوله كبيره ان شاء الله نكتسبوا منها خبره كبيره ان شاء الله، باش من هنا لقدام ان شاء الله نكونوا في ما احسن ان شاء الله. كان معنا واحد من افضل لاعبي هذا المونديال، عادل.
مرمى المنتخب الوطني المغربي عبد العالي. الجمهور المغربي كيف ما كانت النتيجه اليوم رتبه رابعه، شرفتوا الكره المغربيه وشرفتوا الكره العربيه والافريقيه. شكرا الحمد لله. درنا واحد تورنمنت واعر، ولكن اليوم خصنا ندير لا 3 بوزيسيون، ولكن ما كتباش. ولكن علينا زعما الجروب ديالنا زعما سي تشامبيون دو كوب دو موند. علاش شنو درنا في الكوب دو موند؟ زعما كاين شي حاجه واعره يكون في الهيستوريا ديال افريكا وديال العالم كامل. وشنو درنا زعما في الجروب العائله ديالنا معنا في الجروب وفي كاس العالم. زعما علينا هما زعما لي تشامبيون دو كوب دو موند. شفنا الجمهور المغربي ساندكم كبير كثير في هذه النهائيات، الدعم كبير ديال الجمهور. وي خصنا نقولوا شكرا على شنو شجعونا في الكوب دو موند كامله، واللي ميساج صيف لينا ولا العمر عطيناه في الكوب دو موند والعالم كامل. شفت شنو دابا عندنا مع الجمهور ومع الفرقه المغربيه. شكرا عبد العلي. 4 منتخبات، فهذا الشيء غيعطينا حافز كبير باش اننا نزيدوا نخدموا ونشتغلوا باش اننا نظهروا في جميع البطولات في المستوى المطلوب ان شاء الله. تبارك الله عليكم، هنيئا بالتوفيق ان شاء الله. افضل لاعبي الفريق الوطني يقدم شهاده بلاده في هذا المونديال بعدما شارك في مباراه اليوم. Bilal Khanous, félicitations pour le parcours exceptionnel de l'équipe nationale du Maroc. Aujourd'hui, on est parmi les 4 meilleures équipes au niveau mondial. Oui, bien sûr, on a fait un beau parcours, même si aujourd'hui on est déçu. On aurait voulu prendre cette médaille et terminer 3e. Il y avait beaucoup de problèmes aujourd'hui sur le plan physique. Oui, bien sûr, c'est la fin du tournoi, il y a la fatigue qui joue, etc. Mais bon, le coach nous avait dit, il ne pensait pas à la fatigue, il n'y a pas de fatigue, il n'y a rien. Tout se joue dans le mental et il faut tout donner. Et je crois qu'on a essayé aujourd'hui, ça se joue à quelques détails et on est déçus. Merci Bilal, bon courage, à très bientôt. كان معنا. بالنسبة لي هو راه شرفونا بزاف وفرحونا بزاف باسمي وباسم المغاربة كاملين والعرب كاملين. كنقول المنتخب ديالنا نتوما راكم فرحتونا وشرفتونا وزيتوا بينا الصراحة. كان في امكانيه اليوم يقدروا يطلعوا بالمركز الثالث، لعبوا قدموا اداء جيد. اكيد هما لعبهم الصراحة، ماشي غير حنا، الناس كلها والعالم كله كيشهد بلي اللعب ديال المغاربة وديال المنتخب ديالنا مشرف جدا جدا، مشرف الصراحة. اصابات بس اصلا اصابات اللاعبين احنا اهم حاجه مع اولادنا ما يجوا فيهم حتى شي اصابه الصراحه. اهم حاجه بالنسبه لنا انهم شرفونا وفرحونا وحنا راه فايزين، حنا فائزين. الاجواء كيف شايفين؟ الصراحه الاجواء جميله بزاف، واهم حاجه عندنا ان حتى العرب كلهم فرحانين معنا وحزنانين معنا، وفي كل الحالات احنا متحدين. اهم حاجه قولوا لنا ديما مغرب. ديما مغرب. فيف لو ماروك. فيف لو ماروك. شكرا. نرجع لعند